يواصل الابن العمل رغم شعوره باقتراب الموت فقط ليترك مزيدا من المال لوالديه، فهو مصاب بسرطان المعدة في مرحلته النهائية، ومع ذلك يذهب كل يوم إلى عمله في الفندق، ثم يكتشف يوما الحقيقة أن والديه تظاهرا بالفقر منذ البداية، وأن والده هو أغنى رجل في لوس أنجلوس، 18 عاما من الفقر والمرض المزيفين فقط لتقسيته. في تلك اللحظة تبلغ كراهيته ذروتها، فتسقط زجاجة نبيذ باهظة من يده وتتحطم، فيهرع المدير صارخا. فهذه الزجاجات نقلت جوا من فرنسا خصيصا لليلة الاحتفال بقبول الابن المتبنى في الجامعة. يحدق الشاب في والديه الحقيقيين وأخيه الصغير ولا يكاد يصدق ما يرى، فيجبره المدير على الركوع للاعتذار. فيلقي الملياردير نظرة هادئة ويقول إن الأمر مجرد مئات الآلاف من اليوروهات، نبيذ انكسر فقد انكسر. عندها يشعر الشاب بسخرية الموقف، إذ كان في طفولته يجبر على أكل بقايا فاسدة، وأي رفض يقابل بالضرب أو الصراخ. وكان الأب يردد أن المال صعب الكسب، وأنه ووالدته عانيا كثيرا، والآن يقيمون بلا تردد حفلا ب1,000,000 يورو من أجل الابن المتبنى. في تلك اللحظة لا يدرك الأب أن هذا الموظف الهزيل المنهك هو ابنه الحقيقي، وقد استنزفته المدينة حتى النخاع. وتقول الأم في نفسها إنها ستكشف الحقيقة في نهاية الصيف، غير مدركة أن هذا الكذب سيلاحقهم بقية حياتهم لاحقا. يصل الزوجان في أبهى حلة ويصطحبان الابن المتبنى إلى الفندق للاحتفال، ولإثبات أنهم لم يسيئوا معاملة الشاب فيصدر الأب أمرا خاصا بتغليف عظام الدجاج التي تركها الكلب وإعطائها لابنه ليحملها. ينظر الشاب إلى العظام المقدومة فتغمره الغثيان وتداهمه تقلصات لا إرادية. يلاحظ الأب ذلك ويظن أن ابنه يخجل من اتساخ يديه ويهم بتوبيخه، فيكذب الشاب قائلا إنه أكل في العمل، فيرمي الأب فخذ الدجاج ويقول بسخرية لا عجب أنك لا تريدها، لابد أنك شبعت في الخارج. الشاب يعرف الحقيقة ولا يشعر إلا بالازدراء، ثم يخرج حذاء قديما عمره 8 سنوات كمكافأة لتصدره المدينة. هكذا ربوه دوما بالذنب والضغط حتى اختنق، فكل شكوى تعد غرورا وحسدا ونكرانا للجميل. وقد تعلم الطاعة تحت هذا القهر، يتظاهر بقبول الحذاء ثم يخبر والديه أنه مريض ويحتاج مالا للعلاج. لكن الابن المتبنى يتدخل قائلا إنه رآه كثيرا يدخل فنادق رخيصة مع زملاء الدراسة، وإن كان قد التقط قذارة فعليه العلاج سريعا. يحاول الشاب القول إنه مصاب بسرطان المعدة، لكن الأب يصفعه بعنف ظنا أن سنوات التوفير لدراسته ذهبت سدى، ثم يمسك أداة العقاب العائلية ويضربه بلا رحمة دون فرصة للتفسير. وحين يكاد الشاب يختنق يشعر الأب بالارتياح ويرحل مع الابن المتبنى. وبينما تتلاشى ظلالهم يدرك الشاب أن والديه ربما لم يحباه أبدا، فيغمره الألم وتغلق عيناه، ثم يفتحهما في المستشفى إذ أنقذته صديقة الطفولة التي تحبه منذ زمن. ومع علمه بقلة وقته يرفض أن يقيدها، وبعد خروجها يعود خفية إلى البيت، لكن مجموعة من البلطجية تعترض طريقه قائلين إن أحدهم دفع لهم لتلقينه درسا، فيعرض عليهم المال متوسلا ألا يضربوه، ويتصل فورا بوالديه مستغيثا طالبا المال وإلا سيضرب حتى الموت. لكن الابن المتبنى يقول إن أخاه يكذب، فهو يرتدي خرقا يوميا ولن يوقفه أحد من أجل المال، لابد أنه يلهو ويختلق الأعذار. فيغضب الأب ويشتمه عبر الهاتف ويأمره بالعودة، ثم يغلق الخط فينهال البلطجية عليه ضربا، وبعدها يعود متعثرا مغطى بالجراح ليجد مسؤولين عن القبول الجامعي في الداخل فيصعقون لرؤيته. وحين يحاول الشرح يقاطعه الابن المتبنى ويشوه سمعته مدعيا أن الإصابات من مغامراته مع الفتيات، فتنسحب اللجنة بهدوء فينفجر الأب غضبا ويشير إليه صارخا بأنه عديم الفائدة ويأمره بالركوع خارجا للتفكير. فيعلم الشاب أن التفسير بلا جدوى، فيسير إلى البوابة ويركع، فيقترب الكلب الوحيد الذي يهتم به فيدفعه الابن المتبنى بقدمه، فيغضب الشاب ويدفعه عندها. يخرج الوالدان فيمثل الابن المتبنى باكيا متوسلا أن يتوقف أخوه، فيطالب الأب بالاعتذار، فكيف يجرؤ على ضرب أخيه من أجل كلب ويهدده بقتل الكلب إن لم يعتذر. فيركع الشاب مذعورا ويركع الابن المتبنى أيضا متحملا اللوم قائلا إن الكلب يمكنه عضه كل يوم ويعد ألا يلمسه، ثم يواصل الانحناء أمام الشاب، فيفقد الأب أعصابه ويمسك الكلب ويرميه بعنف، ثم لاحقا يجعله حساء ويأمر الشاب بشربه ليغفر كل شيء غير مدركين أنه بلغ حدوده، فينهار جسده ويتفجر الدم من فمه ويسقط أرضا. عندها فقط يذعر الأب وينقله على عجل إلى المستشفى، حيث يزعم أنهم كانوا دائما بصحة جيدة، ويقترح الطبيب أنه قد يؤذي نفسه لاستدرار الشفقة. ثم تصفع كلمات الطبيب الوالدين قائلا إن الوصايا الأخيرة يجب تنفيذها سريعا. فيسأل الأب ما معنى ذلك، فيجيب الطبيب بأن الشاب مصاب بسرطان المعدة في مرحلة نهائية.